بمناسبة حفل زفافه، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالصحة وتمام العافية وأن يجعل جميع أيامه أفراحا ومسرات. ألف ألف مبروك. نستهل قصة بلال. هذا أكو واحد بدوي اسمه بلال. بلال هذا لا أبو ولا أم وحاطين بصحراء، عندهم حلال وبعد راعي هو. فذاك اليوم اجوا عرب استرخصوا من بلال يحطون بصفهم، ذولا عرب من خارج البلد يسمونهم عرب الشام. فاسترخصوا من بلال وافق لهم بلال، قاع الله يسرح. فعلى طول الفترة بلال تعلق ببنية من عرب الشام اللي حاطين ما قطعتهم. قلت لك بلال لا أبو لا أم وعده أخوته 9. فذاك اليوم تقدم بلال للبنية اللي من عرب الشام، فصارت القسمة. بقوا 2 3 عرب الشام رجعوا لمكانهم للشام. فمرت بلال فكرت اشتغلت شلون انه بتاخذ بلال وتعزل عن اخوته تروح وراها للشام. ذاك اليوم بالليل قالت له بلال اقعد. قعد بلال قالت له قالها انت. فمرت بلال سالت بلال قالت له بلال تعزني؟ قالها شلون ما اعزك؟ قالت له تعز اخوتك؟ قالها شلون ما اعز اخوتي؟ ايش عندي غيرهم اشوف من ادخل الخيمه يقومون لما انا قاعد يقعدون. قالت له بلال تختار وحده، لو انا لو اخوتك. قال اعطيني مجال يومين. اخذ بلال فتره يومين. ذاك اليوم نسيت ها بلال شنو السالفه؟ قالها انت. قالت له اذا ما دام انا باكر احنا نمشي من هاي الديره. صبح الصبح بلال لملم غراضه كلها واخذها، كل شيء ما خلى لاخوته، خلى لهم بس 2. اجلكم الله خلى لهم الكلاب او خلى لهم الخيمه اللي قاعدين بيها، والبقيه كلها الحلال وهي كلها اخذها بلال وياه. مشى بلال يوم يومين 3. ذاك اليوم قال زوجتي، قال خلينا نحط هاي خوش ديره وبيها خضار للرعيه مالتنا وخلينا نستقر احنا هنا. هي نيتها تاخذ بلال اهلها للشام، هو على نيته ما يعرف شنو السالفه. قالت له لا يا بلال انت تخلينا هنا، لا جار ولا هاي يصير حاله، احنا وين هنا بنص الهيمه؟ مو تفكر غير تفكير. المهم مشوا ذاك اليوم المغرب اجلكم الله هجمن 5 كلاب على الكلبين مال بلال اللي خذاهن وياه. بلال خلى كلابه كلها، اخذ بس 2 وياه ذنيش 9. فحاول بلال يحمي الكلبين مالاته ما قدر لان ذنيش اكثر. هنا بلال استعبر هذا الامر. جيت ليبل وحده وهنش كثر، لعبة النية وهو بنص الطريق وصار حنظر ريج لا يبلع على ريج. لعبة النية وهو بنص الطريق وصار حنظر ريج لا يبلع على ريج. او دخن قليبه وبدا بيه الحريج لها الحالة وصار كل شريج مر. عزل غادي على العصة وانتجى وجر لحسرة الوحدة بس ما حكي، او نزلت دموعه على خدينا وبكى وقال عذريني بعد ما ظل صبر. نجدتش مالك دمع عينك يصوب، شنه خايب بعد ما شفنا الغروب. تونا يلا توصلنا بنص درب وانت دمعك فوق خدينك يخور. قالها قبالي قعدة على التراب وخلى سولف قصة واكتبها بكتاب. لو جبتهن كلهن وياي الكلاب كان ما كلب ولو صاير وذر. قالها قبالي قعدة على التراب وخلى سولف قصة واكتبها بكتاب. لو جبتهن كلهن وياي الكلاب كان ما كلب ولو صاير وذر. هاي حالة وثبت عند بنص دليل اخوان ما عند لو ان واحد يعيل. مثل كلب خاف هم اصبح ذليل وما كطارش يصل لاخوان الخبر.
أو قرر يعاود بلال على السلف. أخوان ما عندي لو أن واحد يعيل مثل كلب خاف هم أصبح ذليل، مثل كلب خاف هم أصبح ذليل، وماك طارش يصل لأخوان الخبر. أو قرر يعاود بلال على السلف، امنهد هاي ورايل بعقله اختلف، وصل للديرة وقعد بيها وحلف ما أشيلن بعد لو طول الدهر. الله عليك، الله يسلمك، الله يخليك. عليكم السلام ورحمة الله. سلف مهجور مشدر ما حد يطبه، والوادم تمر لبعيد عن دربه، ولو وحشة غروب بمقبرة شبان ما عدهم عمام وأهل لا قربه. سلف مهجور مجدر ما حد يطبه، والوادم تمر لبعيد عن دربه، ولو وحشة غروب بمقبرة شبان ما عدهم عمام وأهل لا قربه، ولا بيها اليمر ويزور هم بعيد، والدفان كاتب هاي للغربة، ولا بيها اليمر ويزور هم بعيد، والدفان كاتب هاي للغربة. وانا تعمدت قلت اطب مر عليه، او قالوا موش توصل طبتك صعبة، او وصلت الدار مهجورة بجوار الدار، شايب شفته قاعد يشتكي ربه، يا رب بسلف ليش جنا وهيك يصير، او شفت جريان دمعة على الخدي يصبه، او رحت يمه ولقيت كتاب على القاع، يا دار اهلي كنت عنك راحلا، وأتيتك أشكو إليك عليلي، تذكرت فيك في الصبا كنت عاشقا، والآن عندك قد يطول عويلي، 80 عمري هيكلي ومشيبتي، عاد صبيا في الديار دليلي، قد قال ذلك ثم أغمى ميتا، وقال من يقرأ يقل لخليلي، قد مات خلك في مكان جلستما فيه وصحلك يا هواي بديلي. وانا استغربت من شفت هيك الحال، او شفيد على وجهي توجه بضربه، انحفرت قصتي من كثر ما غميت بيها، ولن نشد لاقت لثر تربه، بيها ولن نشد لاقت لثر تربه. سلامتكم.